كتقرا بالساعات وواخا هكاك في الوقت كتكون سيتي تقريبا 70% من اللي قريتيه، هادشي محبط ياك، لكن راه ماشي ذنبك، الدماغ ديالك مبرمج باش يمسح اي معلومه ما كيستعملهاش. ولكن فين كاينه المفاجاه؟ في اليابان التلاميذ كيعرفوا اكثر من 2000 رمز كانجي وكيبقاو حافظينهم طول حياتهم. شنو السر ديالو؟ ولكن السبب الحقيقي في النسيان ديالك ماشي قله الجهد ديالك، بل الطريقه اللي كتعتمدها في الدراسه ديالك. الاساليب التقليديه بحال اعاده قراءه الملاحظات او تضليل النصوص كتبين بحال شي حاجه مفيده، ولكن في الحقيقه دماغك كيتعامل معها بحال الضجيج، بحال الاعلان كتشوف في انستغرام وكدوز كتسكرولي بحال حتى شي حاجه موقعه. كون صريح مع راسك، شحال من مره سهرتي الليل كامل وكتبقى تقرا في الكتوبه وفي الاخر كتدخل الامتحان كيتنسى عليك كلشي؟ هادشي ماشي خطا ديالك، هادشي كيتفسر بعلم الاعصاب. كاين واحد الحاجه مسمينها منحنى النسيان، هذا العدو الصامت اللي كيمسح اغلب المعلومات في 24 ساعه وبعد 3 ايام كما كيبقى والو تقريبا. ولكن واش ممكن تخترق دماغك وتكسر هاد الدائره؟ اليابانيين كيديروها ماشي بالدراسه بزاف، ولكن بالدراسه بالذكاء. بلا ما تقرا 500 صفحه ديال الابحاث، خلي عليا هاد المهمه